في أوباما وأمريكا دعمت الإخوان يا ريس، هل لأغراض لإسرائيل؟ لا، إسرائيل نمرة واحد، وأولا عمره زرت إسرائيل مرة واحدة في جنازة العلامة قطاع غزة بالكامل، وريح وكان ماشي خط وقتله عشان رحت بجنازته عاوز يبقى يتنور ده شباب مشهد منتظر. أولا الأمريكان عاوزين قواعد من يوم ما اتولدوا، وسيادتك كنت رافض؟ أغلب الغزال لا يخبرني سألوه بالرئيس، تطلع رايح أمريكا بتاخد جواب كده، أنا وافقت قلت له أنت مالكش سلطة توافق ولا أنا، برميز مش لا ملك ولا ملك الشعب كله. وصلت في أمريكا فقال لي وين بدك عايزين فعل كذا، قال لي بغداد لم تستطيع تسمح له ولا يسمح لنا كمان، قال لي قلت له عاوز موافقة البرلمان وحتى لو استفتاء الشعب. فقلت له بالنص بالرجل ودي بطلق برج العرب ما كان المشكلة مش كان بس ما حاجة من آخر ابتدوا عندهم شبكة النظام الإلكتروني، طبعا عشان الشاشة حياتها إسرائيل الثانية استنفع منه. قلت له لا قلت له فرق الأحلام مش حاجات من ده. رجعوا بعد كده عاوزين جم ينزلوا الصوت، عاوزين يوصلوا كل سنترات القاهرة وسنترات رمسيس. عارف ده من ضغط الشرط الصلاح ده معناها هيشيل الاتصالات كلها. يعني لو انت في الجيش وعاوز تطلب فرصة جديدة عن طريق رمسيس، عاوز تطلب مكالمة خارجية عن طريق رمسيس، يعني من وقف رمسيس وقف ليه ولا مش قدرت وزير قلت له ايه الحكاية؟ قال لي ده هيعملوها بلاش. قلت له اوعى بلاش ايه؟ قال لي ده وصلوا الجيزة. قلت له فعلا الجيزة وبيهدوك كده وزحلقوا يجوا كده آخر 2006 2007 عاوزين تردد FM ياخدوه الأمريكان. فراح وزير الإعلام قال له ما يسمعش. فجات لي كان السفير مرة كان في ضيف أمريكاني وطلع ورايا فكنتوني التردد ده أحسن حاجة زي 270 مليون دولار عشان قلت له لا خليهم عندكم مش عاوز. لا أنا مش عاوز 270 مليون. ده بيقول لي يعني عشان في 270. قلت له لا خلي 270 مش عاوز. فمنا يعني نجرب حاجات. وبعدين بعد 15 يوم بعته 270 مليون. طب عايزين FM عشان الحكومة. ده كلمني يوم 29 وبنا رسول طلب مرتين ثلاث مرات شغل عليه فطلبت يقول لي الموقف عندك ايه؟ انا رايي تسلمها كده اسمه مجموعه منهم البلاد العالي عشان قلت له الكلام ده انت اللي بتقوله؟ قلت له اسمع انا افهم الشعب المصري اكتر منك لكن ما افهمش الشعب الامريكي اكتر منك. ثانيا نمرة 2 انا ما كنتش اول منك ولا من اي حد تاني في نفس الشعب المصري. تبقى سيريس انا اخد امر من الشعب المصري مش عاوزني امشي لسه له خطوره اللي هيحصل فيها خطوره فعلا. سكت واقفه قدام برين ده كمان. ليه يا ريس ما شلتش المشير من اول يوم؟ انت هو الرجل كده لكن انا مش شرط هيطلع هو انا قلت له اضرب الناس هو رفض وهو رفض. شايف وضع الجيش دلوقتي ازاي؟ افتكر الجيش من منذ حرب حلو قلت له الطيارات وقلت له الجمباز وقلت له حاجات كده جدا. ايه رايك يا ريس في مصطفى الفقي؟ هو الواحد بيعرف الناس في الصعب. مصطفى الفقي ده ما كان يجي يعيط هو عاوز فلوس من اي حته في الكوماندر يوصل يروح في الجزيره يقول لك ادوني فلوس وهو يموت. وبتسمع اللي بيتقال عنك؟ شفت من كام يوم كان رئيس مجلس الاعلى سابق واحد من قضاء الدوله يقول لك رئيس المشروع حاجه عنده ترامب مفيش بلد في الدنيا تشوف ده انا تنحيت حفاظا على روحنا. انا كنت اقدر اقعد واشيل نص الطياره وامشي. انا همشي حتى انا قلتها مره. عملت ايه مع محمد حسنين هيكل؟
دايما لما يطلع يتكلم عليك تحسه شايل من حاجة. اولا دايما الصوت التلفزيونية كان والإعلام. بيشتغل مع عبد الناصر، جالي أسامة الباز بعدين متعين والسادات ألف عاوز يكتب لي الخطب، هيحط لي رأي لما غيره ما يعجبنيش هيطنس. قلت له يا أسامة لا أملك ولا منتصر ولا هكتب له، لا ما يصحش. عرفت منه كده، أصل ده بنحط الأفكار، حط الأفكار عاوز الرئيس ده وعاوز إن أنا أقرأ بس. أنا مش لعبة في إيدي أي حاجة، أنا لما أفكر أقول لك أعمل كذا، أنا أقول لك أنا عاوز أتكلم في كذا وكذا. حتى مرة نص صبري كان بيكتب لي لازم ندي أمل للناس وما نضحكش على الناس، لازم الناس أول ما تقول تعرف الحقيقة إيه. وكان بقى مش هضحك على الناس أول ما تعيش، وإحنا أول ما تعيش كان هيكتب لك بس مش من فضل.